الدقة في شغل المساحين بيعتبر أساس نجاح أي مشروع هندسي. تعالوا نتكلم النهاردة عن الدقة في شغل المساحين. شغل المساحين بيعتمد بشكل كبير على الدقة في كل خطوة من خطواتهم، وده بيأثر بشكل كبير على المشروع. وأول حاجة بيعملوها هو تحديد مواقع البناء بدقة باستخدام أجهزة الGPS والتوتال ستيشن، ولو القياسات دي مش صحيحة ممكن يسبب مشاكل كبيرة زي وقوع المبنى. وبعد جمع القياسات المساحين بيقدروا يرسموا خرائط تفصيلية للموقع. الخرائط دي لازم تكون دقيقة جدا لأن هي بتكون الأساس لشغل أي مهندس، وأي غلط في الرسومات دي ممكن يسبب مشاكل كبيرة وقت تنفيذ المشروع. وأثناء التنفيذ المساحين بيتأكدوا من وجود العلامات على الأرض، والدقة هنا في ضمان إن كل حاجة بتكون مبنية في مكانها الصح، وده بيضمن لنا تقليل الهدر والتكلفة الزيادة. وخلال تنفيذ المشروع المساحين بيعملوا تقارير دورية دقيقة، وده بيساعد في حل أي مشكلة، وده بيضمن ان المشروع بينتهي في وقته وكمان بجودة عالية. الدقة في شغل المساحين مش مجرد رفاهية، دي حاجة اساسية تضمن نجاح اي مشروع، من اول تحديد المواقع واعداد الخرائط لحد مرحلة التنفيذ.